اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست بتعملوها ازاي من استوديوهات سكوت اب. حلقتنا النهارده مع المهندس عمرو احمد، هنتكلم عن التشطيبات، هنتكلم عن الصنايعيه، هنتكلم عن حاجات كتير قوي. اتمنى الحلقه تعجبكم، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، ماشي. كله كويس؟ كويس الحمد لله. انت كبرت ولا لسه صغير؟ لا كبرت والشعر ابيض بجد؟ باين عليه. مش مهم الشعر يعني، المهم هنعمل ايه كبرت. بدل بابا وعمه يبقى احنا كبرنا خلاص. ها، اه ايه الاخبار؟ كله اهو كويس؟ الحمد لله بخير والله. اخبار الشغل ايه؟ اهو ضغط ضغط؟ ضغط طول الوقت ضغط. طب الحمد لله. الحمد في لله. ضغط يبقى في شغل. اكيد الحمد لله. الحمد لله. فاكر حاجه من طفولتك؟ فاكر حاجة من طفولتي؟ فاكر كتير بصراحة. كلمنا عنها. طيب، انا عارف ان انت اول فتره كنت عايش بره مصر. مظبوط. اتولدت بره مصر ولا جوه مصر؟ انا اتولدت في الامارات، في الامارات. في ابو اوكي. ظبي. اه. عشت هناك لحد تالتة اعدادي. مم. جيت تالتة اعدادي هنا مصر، وخدت تالتة اعدادي وثانوي ثانوي. والجامعة بقى ايه هنا. امم. خلصتهم وطلعت على طول على الامارات تاني. الامارات تاني؟ مم. انت جاي التعليم بس ولا ايه؟ ايه؟ انت جاي تتعلم بالظبط، بس انا ولا قعدت ايه؟ في الامارات مم. اكتر ما قعدت هنا يعتبر يعني. اه، يعني انت اصلا يعني جيت اتعلمت هنا فتره وبعدين رجعت تاني. بالظبط، قعدت 8 سنين هنا في مصر. امم. وبعد كده كملت الشغل هناك في الامارات، مم. في دبي. ومن ثم بعد 4 سنين بقى ايه رجعت تاني بقى ايه على هنا. مم. فبقيت قاعد هنا دلوقتي اكتر ما كنت قاعد هناك. يعني ذكريات الطفوله في الشارع المصري ولا في الشارع الاماراتي؟ لا اغلبها في الشارع الاماراتي بصراحه. بجد؟ اه. طب انا عايز اعرف عنها، يعني ايه بتعملوا ايه في الشارع الاماراتي؟ مفيش والله، بنلعب عادي يعني. تلعبوا سبعوية وخلاويص وكده ولا؟ واستغماية بجد؟ وخلاويص، يعني كل ده وكنا موجود؟ بنلعب اللي هي الحجر اللي بنلصه فوق بعض اه. وكورة ونحدفها. مش فاكر ما هي اللعبة دي دي كان اسمها السبعوية ايه. تقريبا، مش تقريبا عارف كنا بنقولها. او 7 طوبات وايه اه. ونحدف عليهم امم. الحجر. كنا بنلعب صياد السمك. اه، صيادين السمك كمان. ايه اه. ده دي كده طلعت ان هي لعبة تقريبا من الفراعنة فتورثتها هي الاجيال. احنا كده كنا حتى بنلعب مع مصريين يعني. كان اه، قليل اوكي. شوية ان يبقى معانا ناس غير مصرية. امم. كان معانا برضو ناس حبايبنا يعني. كان معانا ناس سوريين وناس امم. سودانيين. امم. دول تقريبا يعني ايه اللي عشنا معاهم الطفولة يعني ايه كاملة لحد ما وصلنا كمان اعدادي يعني. طب وانت صغير كنت بتحب الكورة ولا في هوايات تانية؟ لا ما كانش ليا في الكورة بصراحة من خالص؟ صغري. ستيل لحد دلوقتي؟ لا مش قوي برضه. شاوي؟ ولا بلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن اه، بس. بلاي بلاي ستيشن بس. ستيشن بس. بلاي تشجع مين ستيشن. يعني في الكوره؟ ما بتشجعش حد لا ماليش في الفرق بصراحة خالص؟ خالص. ده انت على ولا فكره انت منتخبات كسبان. ولا فرق يعني والله انت كسبان. طب ولا. وكاس العالم؟ كأس العالم تابعته اكيد. اه، اوكي. بس يعني عايز اقول لك انا تابعته وانا حتى ما اعرفش اللعيبه نفسها اللي موجوده في مصر اساميهم ايه او ككل كده؟ اه. يعني اعرف بس الهيدلاينز الاساسيه او الناس ايوه. التقيله، بس مش كل الناس برضو ايه عارفها يعني. لسه اتفرج على فيديو كده مضحك قوي، بيقول لك احنا ما ينفعش نقول عليه امبابي، هو اسمه امبابي. مم. امبابي من امبابة عادي يعني، انما امبابي دي لما تكون انت بقى مولود في فرنسا وعايش في فرنسا تقول عليه امبابي. فقعد اه. يضحكني قوي يعني. لا عدينا اعدادي وثانوي. مين بقى امتى جه قرار ان احنا هندخل هندسة، او انت كنت عايز تدخل ايه وبعدين نزلنا الهندسة؟ انا كنت عايز ادخل هندسه. اوكي، من الاول. اه. امم. والحمد لله كان الموضوع جاي وليد الصدفة حلو. او بالتحديد يعني بتوفيق كبير قوي من عند الحمد ربنا. لله الحمد لله. ان انا كنت في سنة الفراغ، اه. لما كان في حاجة اسمها سنة الفراغ. اوكي. اللي هي ما كانش فيه 6 ابتدائي، ايوه. ولما حطوا 6 ابتدائي كنت انا جاي من الامارات في السنة اللي هي اللي فاضية. اه، اوكي. 6 ابتدائي كانت فاضية، امم. طلعت لأولى إعدادي، امم. طلعت لتانية إعدادي، طلعت لتالتة إعدادي. أنا جيت تالتة إعدادي والسنة كانت فاضية، ما كانش امم. فيها غير الناس اللي هم اللي كانوا معيدين للسنة، اه. رسبوا اه، يعني عارفها دي. اه. وبيعيدوا السنة. ومن ثم بدأت أتنقل أنا من سنة الفراغ، بدأت أتنقل لحد ما دخلت ثانوي، امم. ومن ثم دخلت الجامعة. ثانوي سنتين؟ ثانوي كانت تانية ثانوي وتالتة وثالثة ثانوي. ثانوي. اه، كان اوكي. عدد الدفعة بتاعت الخريجين من تالتة ثانوي في السنة اللي أنا متخرج منها كان حوالي 3000 على مستوى الجمهورية. واو، حلو وده قوي. عدد قليل جدا، في ده حين ان هيظبط التنسيق الطبيعي بقى. كان ما بين 22 و اه. 24 ألف
طبيعي كان ما كده. دي بتحصل سنوات متفاوته كده وتقريبا مش بتتكرر تاني خلاص. هي مره واحده بس، اللي 6 ابتدائي ما هي كانتش مرة موجوده، احنا مرة كنا بناخد 5 ابتدائي ونطلع وخلاص اولى أولى اعدادي. إعدادي، ما صح. كانش حد بياخد 6، فانا كنت حظي ان انا جاي ده التنسيق بتاعه من ايه، ما الامارات. وصلش ل 97 و98؟ لا، هو كان في زي سيستم مختلف شويه في التنسيق، ان الجامعات اللي مش عايزه طلبه من دفعه السنه الفراغ كانت بتحط مجموع مش موجود في ال 3000 طالب اصلا، محدش جابه. اما بالنسبه كانت محتاجه ناس، الجامعات اللي كانت محتاجه ناس بتحط ايه التنسيق المنطقي ايه بتاع. يعني على سبيل المثال كانت جامعات الحقوق، كليه حقوق بالتحديد دون ذكر اسماء الكليه يعني، كانت حاطه مجموع 99 ونص عشان هي مش عايزه طلبه، مش عايزه خالص. مش عايزه، وبالفعل لما مفيش حد من ال 3000 طالب دخل حقوق اصلا. سواء كان علمي ادبي، انا ما اعرفش الصراحه مين بيخش فين. بس يعني ايه، ما حدش بشكل عام دخل حقوق من ال 3000 طالب. ما تعرفش ازاي علم علوم، طب وهندسه؟ لا طب علم رياضه، هندسه. الكلام ده عدى عليه بقى زمن بقى، احنا عشان نفتكر الكلام ده زمن اكيد. انا ساعتها جبت مجموع ما كانش كبير للاسف في تانية ثانوي، وقلت هعوض في ثالثه ثانوي. كان ساعتها انا عدى عليا 2 وزراء تربيه وتعليم في تانية وثالثه مختلفين. فكان يمكن نظام التصحيح اختلف او حاجه، ونظام حتى الاسئله كان مختلف، وطريقه الامتحان كانت مختلفه. فربنا ما ارادش ان انا اجيب مجموع اعلى في ثالثه، وكان نفسي طبعا ان انا اجيب مجموع اعلى. وساعتها جبت مجموع اقل من اللي انا كنت جايبه، وكنت مقلق جدا ان انا ما الحقش هندسه. وكنت لدرجه ان انا كنت بدعي يا رب حاسبات. يعني انا مش طايل هندسه، او مش ما عنديش امل في هندسه من كتر ما كانت هي بعيده. وانا كنت بقول يا رب حاسبات، يبقى مهندس اي تي. ايه يعني انت اشتغل في مجال الكمبيوتر بشكل عام. اوكي. فقلت حاسبات على اساس هتبقى قريبه شويه من الايه من المجال. فربنا اراد ان انا الاقي التنسيق نزل بالفعل، عشان سنه الفراغ كان العدد قليل جدا. فالتنسيق بالفعل نزل، ودخلت كليه هندسه. بس التخصص بقى، احنا بعد ما اخترنا هندسه ليه اخترنا قسم عماره؟ تمام. هو يعني بصراحه انا والدي الله يرحمه كان فنون جميله، قسم عمارات وتصوير مسرحي. حلو. فانا كنت كطفل يعني او كشاب صغير مش عايز اخش في حته ان انا اشتغل في نفس مجال الوالد الله يرحمه. فكنت بهرب منه مش اكتر. فيعني مش كرها في المجال، بس يعني ابتعادا عن ان انا يعني اقلد والدي الله يرحمه. فدورت بالفعل على ان انا اخش قسم كهرباء او ابعد عن قسم عماره. فسبحان الله ربنا اراد ان السنه دي والجامعه اللي انا فيها تعرفنا نظام جديد اللي هو كان الكريدت اورز في السنه اللي انا كنت فيها 2010. وده عباره عن ايه؟ ساعات معتمده. نظام كده حديث بيخليك تاخد مواد معينه وتشيل مواد وبتمشي على نظام كريدت معين. وساعات معينه بتاخدها، وعندك سمر كورس بتاخد فيه مواد معينه. تقدر تقسم المواد بتاعتك وتاخد السنين بتاعت هندسه بالشكل اللي على مزاجك، ابتداء من 4 سنين ونص لحد 8 سنين او 7 سنين كويس. من غير ما يحتسب عليك سقوط او اي حاجه. يعني ممكن تجيب امتياز عادي جدا في 7 سنين. فتح لك الوقت، المهم ساعات الدراسه المعتمده. بالظبط. فدخلت. فلما طبقوا النظام ده لاول مره على الدفعه بتاعتنا اللي هي برضو كانت دفعه الفراغ، فكان ما عندناش غير قسمين 2 بس اللي سمحوا ان هم يجربوا فيهم الموضوع ده. او تحديدا مش يجربوا، هو عشان الدفعه كانت قليله اللي داخله كليه هندسه. احنا كنا 80 طالب في كليه هندسه. ما فيش سنه او ما فيش جامعه بيخش لها عدد يعني 80 طالب. يعني ايه الرقم ده؟ فاحنا المفروض يعني لو هم يعملوا الصح كمان يدخلونا قسم واحد بس يعني اللي ممكن كلكم في مكان واحد. فهم جم قالوا لنا ما فيش غير مدني او عماره. فحطونا في الخانه دي، واللي مش عاجبه او اللي مش عايز يروح جامعه تانية ما فيش مشكله. ممكن يلاقي اقسام تانية في جامعات تانية غير الجامعه اللي كانت عين شمس. لا، كانت اسماعيليه اللي هي قناه السويس. فقعدت افكر وقلت خلاص انا هخش قسم عماره.
ومجرد ما دخلت قسم عمارة بصراحة أخدت دعم كبير جدا من أبويا الله الله يرحمه، يرحمه. ومساعدة كبيرة جدا. هو علمني وفهمني الظل والمنظور، متقشره بقى خلاص. فهمني حاجات كتير جدا من الحاجات اللي انا كنت بهرب منها اصلا. ايوه يعني ايوه يعني انا اصلا كنت بهرب من المجال، بس سبحان الله استقريت عليه رزقك بقى خلاص. وخدت الحمد لله خدت منه منافع كتير جدا من ابويا كتعليم، كفهم، ككتب. كان في مراجع قديمة جدا تخص العمارة وأصول العمارة وأصول الرسم وأصول الهندسة. اكيد ما كنتش هتلاقيها في مكان اصلا. بالظبط. بصراحة أنا فعليا الكتب دي فادتني بشكل كبير جدا، وأثرت فعلا في خليتك على الاقل متقدم بخطوتين في شغلي. ثلاثه. بالظبط. أثرت فعلا في شغلي وفي دراستي. بقيت أنا فعلا في بعض المواد متقدم فيها، وفي بعض الحتت في الجامعة أنا كنت شاطر فيها في وسط زمايلي. وانت اصلا من الاول خالص انت قلت لي ان انت عايز تبقى مهندس، عمرك ما فكرت في حاجه تانية؟ يعني انت لو مش مهندس كنت ممكن تبقى ايه؟ لا بصراحة ما جاتش على بالك؟ ما جاتش خالص. ولا هتشتغل في الطبيخ بس اسيب الهندسه؟ لا خالص. ما بدخلش المطبخ بصراحة ماشي خالص. ما اوكي. يعني ولا حتى يعني عندي مشكلة مع المطبخ يعني. عندك حساسيه بالظبط خالص. انا نفسي اتعلم الطبيخ بس مش جاي معايا سكه. انا مفيش خالص. انا مره عملت كيكه تقريبا ببقسماط باين واتاكلت عادي. لا انا بعرف اكل كويس قوي بصراحه. تاكل تحب الاكل انما مش بتحب بس الطبيخ. ما اعرفش اطبخ خالص. ماشي، ما دي اذواق. طب انت اصلا الهوايات وانت صغير كنت تحب تعمل ايه؟ الهوايات انا كنت وانا صغير بعزف. بعزف بيانو. اوكي. تحديد بيانو مش اورج. انا كنت عمر خيرت يعني عاشق للبيانو. عمر خيرت يني وناس تانية كتيرة جدا، موزارت وبيتهوفن طبعا. يعني كنت دي الهوايات الخاصة بعمرو. دي خاصة بعمرو بعيد عن المهندس يعني. فضلت هواية لحد برضو ما دخلت ثانوي، كنت في لحظة فارقة بقى ما بين ان انا اخش مجال المزيكا بشكل عام ولا اخش مجال كمل في الهندسة. بالظبط. فالحمد لله استقريت على ان هي تفضل هواية معايا. وبالفعل هي لسه هواية معايا. انا بحب العزف جدا، بس كحاجة بيني وبين نفسي يعني از ريلاكسنج يعني. ما خلاص كبرنا ما عندناش وقت كفاية ان احنا نعمل كده، فالشغل اكتر يعني. اكيد طبعا. دايما لما بيبقى معانا مهندس بيسأله هو انت عندك عقدة المهندسين؟ بس احنا هنغير السؤال شوية بالنسبة لك. هل انت عندك عقدة المهندسين اللي هو انا ماشي ابص في المباني فاطلع اخطاء المباني؟ حصل. لان هو ده عقدة المهندسين هي مش حاجة بنتولد بيها. هي حاجة احنا بنكتسبها من الجامعة. تقريبا مفيش جامعة خاصة او حكومة او غيره الا لما بتعلمنا نبص على الاخطاء اكتر من نبص على الصح. كويس. فاحنا حتى نظام التصحيح حتى في بعض المواد اللي احنا كنا بناخدها في الجامعة قايمة على فكرة ان انت جايب 100% لحد ما نعد الاخطاء. تمام. يعني مش قصة حلو ووحش قد ما هي قصة انت جايب في التصميم او في الفكرة اللي انت عاملها مثلا 100% لحد ما نلاقي هنا فتل فتنقص وهنا فتل فتنقص فهنا فتل فتنقص فبيتعد او التركيز كله او الفوكس كله على الاخطاء اللي انت عاملها. فانا اكيد لما بخش مبنى او بخش مكان او بمشي في شارع حتى والمح حاجة بتضايق. ايه ده؟ ليه السبوت مثلا محطوط هنا؟ ليه مش متحرك؟ ليه مش محطوط في السنتر؟ ليه اللون ده كده؟ ليه اللون ده كاسر مع اللون ده؟ الدرجتين دول مش لايقين مع بعض. يعني قيس على كده حاجات كتير طبعا تخص التكنيكال نفسه. ليه تركيبه السيراميك بالشكل ده؟ ليه السيراميك مسنن؟ ليه السيراميك مطبل؟ وات ايفر بقى الحاجات التكنيكال اللي الاخطاء اللي الواحد بيلاقيها في المعماري بشكل عام، في العمارة بشكل عام، سواء انتيريور او اكستيريور. بتلاقي الواحد متضايق وهو ماشي في الشارع يعني. هو اصلا ايه الفرق ما بين المهندس وما بين المعماري؟ المهندس دي كلمة عامة اكتر، لان مهندس تشمل مهندس طب المهندس العمارة والمعماري؟ لا الاثنين واحد طبعا. المهندس المعماري هو معماري في الاول وفي الاخر. في فنون جميله قسم عماره وفي فنون تطبيقيه قسم ديكور. دول مختلفين عن قسم غير عن هندسه قسم عماره. طب انا مش عارف انا يعني اللي فاهمه او عارفه صح ولا لا. انا بحس دايما ان المعماري هو الديزاينر، وبعد الديزاينر هياخد المهندس هو اللي هينفذ.
لا هو تحديدا المعماري هو الديزاينر مظبوط، هو اللي بيدير عملية التصميم الخاصة بالفيلا او بالبيت او المبنى اللي هو شغال عليه. ولكن هو برضو التكنيكال اللي بيعمل اللوحات اللي هي الخاضعة للتنفيذ، وفي نفس الوقت هو المنفذ بيشرف لبعض أعمال التنفيذ. على سبيل المثال هو اللي ممكن مثلا يمسك أعمال التشطيبات. حلو. دي ممكن يمسكها مهندس معماري عادي جدا أو مهندس ديكور، الاثنين صح. حلو. أعمال بعض الأعمال مثلا المتعلقة بالأسقف، متعلقة بالديكوريشن الحوائط، هو اللي بيعملها. طيب غير أعمال التنفيذ هو اللي بيكون المصمم الرئيسي لأعمال التنفيذ كلوحات. يعني اللوحة الرئيسية اللي هي بتاعت السقف، اللوحة بتاعت الكهرباء، اللوحة بتاعت السباكة، ممكن نقول ان لوحة الكهرباء والسباكة بيتدخل فيها احيانا مهندسين الكهرباء ومهندسين السباكة او الام بي بشكل عام، عشان كل واحد يشوف شغله بالظبط. ولكن بيفضل العنصر الرئيسي اللي بيقدر يوزع العناصر الأساسية بتاعت البنود دي هو المهندس المعماري، هو عشان الأساس. يعرف يربط التصميم ببعض. بمعنى صح، لو مهندس الكهرباء عايز مثلا كهرباء في مكان معين، المكان ده كان يؤثر على التصميم اللي انا عامله، انا ما اقدرش اوافق على الموقع ده. حلو. لان انا عامل تصميم معين غرضه ان هو يريح المستخدم في طريقة فتح النور، في طريقة استخدام الافياش او البرايز او شاشة التلفزيون او غيره. فبيبقى في زي ما بيقول تعاون ما بيني وما بين مهندس الكهرباء للوصول لافضل نتيجة. نفس الكلام طبعا في التكييفات، نفس الكلام في السباكة، نفس الكلام في اغلب المجالات يعني. حلو قوي. احنا اتخرجنا وبعدين رحنا اشتغلنا في دبي. مظبوط. كام سنة بقى؟ 4 سنين. التجربة دي استفدنا منها ايه؟ التجربة استفدنا منها كتير بصراحة جدا. الستايل بتاع التصميمات نفسها، الفكر نفسه بتاع التصميم اختلف. الجودة بتاعت التنفيذ اختلفت كتير فلوس. جدا. مش قصة فلوس، قصة المعيار الجودة نفسه. الجودة نفسها مش ككواليتي الخامة، كواليتي تقفيل الخامة. عندهم تكنيكس مختلفة في تركيب الجبسون بورد، في تركيب البلاط. عندهم تكنيكس هي حاليا موجودة في مصر بس قليلة شوية. ان حد يبقى عنده الدقة في تركيب السيراميك او تركيب الجبسون بورد بفنية وبأصول الصنعة، دي كانت قليلة شوية في مصر. هي حاليا منتشرة طبعا، بس انا بتكلم ان هي كانت في الامارات موجودة من قبل ما تتوجد في مصر. طبعا احنا اتكلمنا عن الستايل. هناك في افكار بالهبل، افكار كتير جدا للتصميمات. هناك في بحر منافسة شديدة جدا، قوية جدا. مش ان انت تلاقي ديزاينر واحد او اتنين، لا هناك في اكتر من 300 شركة ديكور في دبي بس. فالمنافسة هناك شديدة جدا، وبيتنافسوا على قصور وبيوت صغيرة وشقق صغيرة، مسابقات بقى ومسابقات طبعا. وفي تحديات كمان في التايني سبيسز اللي هي مساحات صغيرة، تنفيذ حتى الشقق الصغيرة. في هناك تحديات لكده بتكنولوجي بقى، بتوفير مساحة ايا كانت الطرق او الآلية يعني. بس فهناك كان في فعليا اتعلمت حاجات كتير جدا من هناك، في الستايل، في توظيف الفراغات، في اللايتنينج طبعا، والكالر ثيوري، نظريات الالوان. اتعلمت من هناك دراسه الوان كامله، واتعلمت كمان من هناك توزيع اضاءه مدروس من شركات عظمى في الامارات يعني. طب بمناسبه الالوان، هو احنا امتى اختفت الالوان من حياتنا؟ لو فاكر واحنا صغيرين كنت تلاقي الاوضه احمر فاصفر فاخضر فازرق. الاوضه دي غير لون الاوضه دي، اوضه النوم غير اوضه الاطفال. دلوقتي احنا بقينا يا ابيض يا اسود يا جراي. طيب هو خلينا اقول حاجه يعني، خلينا اقول ان الاثنين غلط. فكره ان انا اقلب الاوضه فرح، ده مش صح. احنا اتربينا على كده، خلي بالك. انا عارف. بس مش صح ان انا يبقى عندي في الاربع حوايط كل حيطه لون.
واكيد مش صح طبعا ان انا اقلبها ابيض واسود. انا صح. رجعت برضو اكتر. أيوة يعني أيوة. مش رجعنا بس زمان. احنا فعلا إحنا- بتدخل بيوت تحس باكتئاب، جري، في ناس عامله بيوتها جري كلها. دي حقيقه. اه. ولكن احنا ممكن نقول ان الالوان الكتير غلط، مم. وانعدام اللون دي غلط. أوكي. يعني احنا اصلا في دراسه الالوان الابيض والاسود والجري يعتبروا درجات من درجات انعدام اللون. انعدام اللون هو اللي انعدام أسود، اللون فعلا. ده أسود. خلاص انعدام أسود. اللون. فممكن نقول ان احنا هنا غلط وهنا غلط. مم. الاصح دايما هو الالوان المحايده أوكي. المريحه اللي هي جايه من الطبيعه، وما فيش ما يمنع ان انا استخدم ما يسمى بالهيو كولر او اللون الصريح، مم. اللون الحاد في حيطه من الحوائط. ايه المشكله؟ أوكي. ايه الالوان المريحه مثلا؟ الالوان المريحه اللي هي اكتر الوان يمكن لبني معروفة. ولا ايه؟ يمكن البيج، الاوف وايت، آه. الوان اللي يمكن بنشوفها اكتر في الفنادق. مم. وعلى فكره الجراي برضو في درجات منه مريحه فاتحه. جدا. في الوان فيروزي، في مم. الوان اخضر. انا عامل بيتنا اوف وايت فمبسوط. اتس اوكي برضو عادي على فكره آه. جدا. فالالوان المريحه للعين مم. هي اكتر الوان يعني ينفع نخليها تغلب على الفراغ اللي احنا فيه. أوكي. مفيش ما يمنع ان انا اعمل لون حتى لو مزعج للعين او تقيل قوي، اعمله في حيطه مميزه. مم. على سبيل المثال مثلا انا في بيتي شخصيا مم. عامل في حيطه من حوايط المكتب او مسميها سينما منزليه. عامل الحيطه بتاعت الشاشه بالكامل اسود. اوكي. اسود مط صريح. في حين ان باقي الحوايط واخده درجه من درجات الاوف وايت او بريز بالتحديد يعني. انا مرتاح جدا في الاوضه كده. ويمكن شايف فكره ان الحيطه اللي قدامي سودة وطالع منها بس ضوء الشاشه، ده يمكن مريح اكتر كمان بالنسبه لي. فاهم. فمفيش ما يمنع ان الواحد يستخدم لون صريح في الاوضه، بس مش في كل حيطه لون. عشان انا كده فعلا هعمل ازعاج بصري وزغلله قويه جدا للعين. انا مفيش مشكله ان انا اميز الحيطه اللي انا مستخدمها كعنصر اساسي عندي في الفراغ. حلو. طب وانت في الكليه كان مين اللي قدوتك، او مين اللي كنت بتبص على الديزاينات بتاعته، سواء معماري او مهندس او زي ما بنسميه؟ هو بصراحه في اتنين يعني من اقوى اتنين الواحد بيتفرج على شغلهم. زها حديد اوكي ولو كوربوزيه. دول اتنين معماريين. انا عارف زها حديد العراق تقريبا. طب التاني ده منين؟ ده لا بصراحه مش متذكر يعني. احنا كنا دارسين الهيستوري بتاعه كامل واعماله كمان. بس هما الاثنين تقريبا عكس بعض. زها حديد اورجانيك ستايل. اكتر حاجه مشهوره بيها هي الاورجانيك ستايل، واخده اعلى جايزه في المعمار اصلا على مستوى العالم. دي حقيقه. وانا شفت لها طبعا شغل كتير جدا في دبي. شفت شغل على الطبيعه وهمي بمعنى الكلمه. عامله حاجه في الصين كمان وعامله في غيره. طبعا. ولكوربوزيه يعني ممكن نقول ان هو خطوطه حاده اكتر، خطوطه صريحه اكتر. يعني معتمد الاشكال اللي ممكن نقول عليها دلوقتي تقليديه شويه. يعني انا جامع ما بين الاثنين، عشان كده بحب الستايلين، سواء كان الاورجانيك او الستاندرد العادي، المربعات الصريحه او النسب الهاديه يعني ايه في التصميم. حلو. طب احنا عشان الموضوع ده شاغلني اكتر، احنا جوه مصر زي بره مصر ان في واحد بيحط التصميم وملوش دعوه بعد كده، ولا اللي بيحط التصميم هو اللي بيشرف على التنفيذ؟ لا، هو اللي بيحط التصميم هو اللي بيشرف على التنفيذ، سواء جوه مصر او سواء في الامارات. جوه مصر او بره مصر. اوكي، عشان بيبقى فاهمها اكتر. مش المقصد بكلمه بيشرف على التنفيذ ان هو لازم يبقى متواجد، لا. هي الفكره ان في سيكونس معين لو انت مشيت عليه، او زي ما بيقولوا روشته معينه لو اتعملت، انت مش محتاج ان حد يبقى بيشرف على التنفيذ. تمام. انا لما بعمل مثلا تصميم انا في المكتب عندي، لما حد بيجي يسالني يا باشمهندس انت بتعمل تصميم 3D فقط؟ لا، انا بعمل تصميم 3D ولوحات تنفيذ، والموضوع اجباري. مفيش حاجه اسمها حد يقول لي انا عايز اعمل تصميم بس 3D. لا، انا ما بقدمش الخدمه دي. انا بقدم تصميم ولوحات تنفيذ كامله. تمام. يعني ايه؟ يعني انت جايب لي وحده سكنيه، وحده تجاريه، انا عملت لك الشقه مثلا، جيت عملت فيها غرفه 2 3 والصاله وما الى ذلك. بعمل بعد ما بخلص التصميم ده بطلع لوحه كهرباء، بطلع لوحه سقف، بطلع لوحه سباكه، بطلع لوحه تعديل معماري لو انا معدل كمان في الحوايط،
بطلع لوح لآلية تنفيذ كل حاجة في الشقة دي، اه سواء هو اعتمد على الشركة في التنفيذ أو اعتمد عليها في الإشراف أو جاب شركة تانية ونفذت. اوكي. هيبقى معاهم اللوحات اللي تخليهم يوصلوا لنفس نتيجة التصميم ده بالأبعاد الهندسية المدروسة بكل حاجة. باستغلال المساحات اه بكل طبعا. حاجه. اه طبعا. مم. بحيث اني انا لو انا مش موجود اصلا وهو جاب شركه تانية تنفذ، ما هو معاه دوكيمنت كامل بيوضح له ازاي ينفذ الشقه دي. دي حاجه حلوه قوي. رجعنا من دبي اشتغلنا فريلانس شويه ولا فتحنا دي اف اس على طول؟ فتحنا ديزاين فريم ستوديو على طول. استنى اقولها كده، ديزاين فريم ستوديو دي اف اس مظبوط. من 2015 من 2018 19. مش كانت خطوه كبيره قوي ولا عادي؟ لا كان مشروع المكتب كان فيها شركه ريسك شويه وناس بس مدير. حصل. اول مشروع جه بعد الفتح بقد ايه؟ اول مشروع كان جه قبل الفتح تقريبا بشهر. حلو. شقه ولا عماره؟ دوبلكس. دوبلكس. اوكي. ده هنا ولا سخنه؟ هنا. وتنفذ وتمام واتظبط. دلوقتي احنا في الشركه كام واحد؟ احنا بعد في ما الشركه اكيد بدات في الشركه بقد ايه بقيت قد ايه؟ كام فرد يعني؟ لا احنا لما بدأنا 3 أو 4 أفراد. احنا أوكي. دلوقتي الحمد لله وصلنا لحوالي 15. بسم الله ما شاء الله. ما بين طبعا التصميم والتنفيذ والمحاسبة والمشتريات و وبس. تتخانقوا على التصميمات؟ يعني تيجي تقول لا انا عايز دي كده ويجي المهندس التاني يقول لا انا عايز دي كده، ولا لا هو الموضوع في حق individual الفيتو؟ اكتر. لا هو الموضوع individual اكتر. يعني على العميل عايز ايه؟ العميل عايز ايه. ومعانا مهندس تصميم او مهندس اللي ماسك التصميم بيمسك الشقة بالكامل. اوكي. فروم اي تو زد. الشقه ما بتتقسمش. حلو. عشان يفضل فيه روح واحده في وجهه نظر واحده او الستايل اللي ماشيين عليه يفضل واحد في الايه في التصميم. فبالتالي بيبقى فيه تواصل كمان مع المهندس المصمم ومع العميل. حلو. يريح العميل في حته الاختيارات سواء بتاعه الالوان او الستايل اللي احنا شغالين عليه. انا لما ما كنت ببحث او سمعت معلومه كده من فتره كانت يعني انبهرت وعجباني قوي، ان يجي لك حد مقاول كبير قوي يجي ابنه مثلا او قريبه يقول لك لا انا عايز دي اف اس تنفذ لي المشروع. انا سمعتها مره كده ان حد مقاول كبير صاحب شركه مقاولات ابنه قال لا انا مش عايز الشركه هي اللي تنفذ لي، انا عايز المكتب هو اللي ينفذ لي. تمام. فالجوده دي جايه منين؟ هو والله احنا المسألة كلها بدأت فعليا بإشراف من خلالي أنا في المواقع والاهتمام بالتفاصيل واهتمام بآلية التركيب لحد ما قدرنا نحول الكلام ده لورق. وبقى فيه زي جداول استلامات لجميع البنود. تمام. فبقى فيه حتى لو احنا معانا مهندس أو مشرف مش دارس جميع طرق الاستلام، فاحنا الجدول ده بيسهل عليه الاستلام بتاع الشقه بالكامل او استلام التفاصيل بنود الشقه بالكامل. حلو. على سبيل المثال لو بنتكلم في تركيب السيراميك، معانا من قبل نزول المقاول نفسه بتاع السيراميك لحد ما ينزل بنشوف العده اللي معاه وبنشوف المطلوب ايه وبندرس كل ما يملك من عده وبندرس تقسيط السيراميك كل ده قبل ما يبدا. ومجرد ما يبدا بنشوف الماده اللي هيستخدمها والتقسيط السيراميك توزيع السيراميك نفسه وبيبدا. من بعد ما بيبدا ويبتدي يحط بنشوف موضوع الكليبسات. تركيب الكليبسات بنضمن يعني طبعا بوجود المشرف ان عدد الكليبسات المطلوب في مساحه البلاطه كام في كام هو اللي موجود. بنشوف كميه الماده اللي بتستخدم او طريقه خلط الماده اللي بتستخدم. يعني هي الجوده دي جت ان انت دايما عندك حد من المكتب في الموقع. اكيد طبعا. حتى مع الصنايعي. اكيد طبعا. بتعمل ايه مع الصنايعي؟ بتعمل ايه مع الصنايعي؟ يعني ايه؟ يعني الصناعيه احنا بنسمع عنهم ان هم صعبين، ان هو بيقعد اكتر ما بيشتغل، بيدي ميعاد وميعاد لا. بص هو يعني الوصول لصنايعي ذو ضمير واحد دي كانت صعبه شويه في الاول. حلو.
لحد ما وصلنا لعدد من الصنايعيه الشاطره اللي هي عندها ضمير واحد. يعني ايه ضمير واحد دي؟ يعني انا بيبقى كان قبل حتى ما يتواجد ديزاين فريم ستوديو، كان بيبقى مثلا معايا صنايعي شغال بضميرين. يعني ايه؟ يعني انا موجود اشوف اعلى جوده، اغيب ساعتين، ارجع الاقي بقى ايه؟ الجوده قلت، نص الشقه خلصت والجوده قلت. اوكي. الاقيه مخلص شوط كبير جدا والجوده قلت. يبتدي بقى ايه؟ يكروت، يبتدي يستغنى عن حاجات انا كنت طالبها، يستغنى عن بنود انا كنت او اشتراطات انا كنت طالبها منه. فده للاسف موجود في صناعيه كتير جدا. حاليا لا، معانا صناعيه الحمد لله بتتقي ربنا الحمد لله. عارفه انت اصول الصنعه. بقى لنا 7 سنين. هل انت معاك واحد من ساعه ما بدات صنايعيه؟ من ساعه ما بدات معايا بعض الصناعيه من ساعه ما بدات، مدياني الجوده الكافيه او مدياني الجوده القويه والوقت والالتزام والدقه المطلوبه. لاني انا المهندس، حتى المهندس المشرف بتاع الموقع مش هيقدر يبقى واقف فوق دماغ الصنايعي 24 ساعه. يعني على الاقل مثلا هيروح يجيب يروح يتغدى او هيروح يتغدى او هيروح يجيب قهوه عادي جدا. صح. فمش منطقي ان انا في الساعه اللي هو هيروح يجيب فيها قهوه ويرجع يكون الصنايعي ايه؟ بوظ حاجه او ما التزمش باصول الصنعه. كل بند فيه حاجه اسمها اصول الصنعه بتاعته. حلو. اصول صنعه تركيب السيراميك، اصول صنعه تدريب الدهانات. بتدوا للصنايعي تدريب؟ لا بصراحه لا. أوكي. احنا بناخد منه اصول او احنا بنديله اصول هو الصنعه. الصنايعي شاطر قوي في شغلته، بس اذا انت فهمته ان الموضوع بيجي منين ويروح فين، هيبقى انت عندك الخبره والصنعه مع التدريب. مظبوط. انت فاهم القصه؟ مظبوط. فانت ساعتها هتطلع من الصنايعي ده لوز اللوز يعني. ده حصل بالفعل مع الناس القديمه اللي معانا. احنا فعليا ساعدنا الصناعيه اللي معانا ان احنا نطور كمان من شغلهم. حلو. بيقروا لوحات الحمد لله كويس. عندي صناعيه بيعرفوا يقروا اللوحه كويس جدا، زيهم زي المهندسين في قرايه اللوحه يعني بالتحديد. فما شاء الله معانا ناس اتطورت كتير في قوه ودقه شغلانه البند نفسه، وكمان في حته قرايه اللوحات، وفي حلول المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الشقه. كويس. امتى العميل بيجي ونقول عليه من اول 10 دقايق ان العميل ده فاهم؟ لما يطلب ايه او يقول عايز ايه او ما يتكلمش في ايه كده؟ لما العميل يكون من البدايه جاي عارف هو جاي لانهي شركه. اوكي. هي دي اهم حاجه بالنسبه لي انا كديزاين فريم ستوديو. اهم حاجه ان يكون العميل جاي عارف هو جاي لانهي شركه. اوكي. جاي لشركه ديزاين فريم ستوديو عشان تعمل له الوحده اللي عنده بالكامل. لو جاي هو مطمن لاختيارات الشركه ولتفكير الشركه ولاتجاهات الشركه وقوه الشركه، انا كده بلاقي ان العميل ده بالفعل فاهم، اللي هو سلمك نفسه وسكت بالفعل. بحيث ان احنا قال وجهة نظره بالزبط. واحنا بدأنا نحط أكيد رسومات. انا اكيد ما بمشيش باتجاهات مثلا خاصه بالشركه. لا اكيد. في اتجاهات التصميم بالذات انا لازم اعرف العميل عايز ايه. دي ما فيهاش تفكير. آلية التنفيذ اللي هو عايزه دي تخص الشركه. يعني الشركه تقدر تنفذ له اي حاجه هو بيحلم بيها بالطريقه الصح. اوكي. مش محتاج ان هو يوضح لي طريقه التنفيذ او احنا بنعمل احسن طريقه في التنفيذ لجميع البنود. اوكي. فالعميل اللي بيبقى فاهم كويس قوي انا ليه بستخدم الماده دي وليه الماده دي غاليه، بيبقى عارف ان انا بحافظ له على الشغل اللي هيتم عنده في الوحده. حلو. او بستخدم الماده دي مش الماده دي. بيبقى انا لما بوضح او بقول انا ليه بستخدم الماده دي وهو يكون فاهم كويس قوي ان انا بدور له على الصح. دي اهم حاجه بالنسبه لي. حلو. طب انا عندي سؤالين. ايه اكبر مساحه نفذتوها؟ تمام. وايه اصغر مساحه نفذتوها لو فاكر يعني؟ اكبر مساحه نفذناها تقريبا 400 متر كويس. لو انا متذكر 400 متر او 450 متر تقريبا. اصغر مساحه نفذناها 75 متر تقريبا. 75.
بس ما نفذناش مكاتب صغيره 30 40 متر عشان نستغل فيها المساحه على قد ما نقدر. لا ما رحناش للحته دي. لا. طب احنا عندنا اصلا في الشركه بعد ما نبني ونشطب حد بيختار الديكور؟ طبعا اوكي. احنا عندنا مرحله ما بعد التشطيب، احنا اوريدي المرحله دي اوريدي اصلا مم. مدموجه ضمن مرحله التشطيب. اوكي. يعني احنا عندنا المراحل الاساسيه بتاعه التشطيب اللي هم ال 14 بند اللي احنا قايلينهم يعني قبل كده. في مرحله اختيار العفش او عمل العفش حتى لو عموله. اوكي. والستاير والسجاد كل حاجه، التفاصيل بقى الدقيقه خالص يعني دي العريس بنوصل لها يجي كمان. خد يا معلم الشقه اهي مستلمه على المفتاح. بالظبط. اوكي. طب السؤال التاني يعني، هل انت بتفضل ان انت ما يكونش الشقه اتبنت ولا بتستلم شقه ممكن مبنيه على الطوب؟ لا انا افضل ان انا استلم شقه مبنيه على الطوب مش على المحاره. مش على المحاره. ده فرق كبير جدا فرق. ما بين الطوب الاحمر والمحاره. اوكي. لان يعني 90% من المحاره اللي احنا اشتغلنا فيها بتبقى اقتصاديه، بتبقى تجاريه. عشان باختصار شديد عشان البيع او عشان العقار يبقى اسمك معاك شقه قابله للبيع اللي هي بتشرخ بعد شويه بالظبط، وبنعاني بقى سواء بتشرخ او فيها مطبات او من غير ذلك. وده بيبقى صعب قوي ان انا اعرض على عميل ان انا انزل المحاره واعملها من اول وجديد. يعني يمكن تكلفه طوال حياتي كلها وطوال مسيره شغلي مفيش غير يمكن 3 عملاء اللي قبلوا فكره ان انا انزل المحاره اوكي واعيد مرحله المحاره من اول وجديد. لان هي مش بس مكلفه، هي مكلفه وفيها مخاطره ووقت طبعا ومرحله كبيره، يعني مش مرحله صغيره في انت ممكن تنزلها تنزل الحيطه. في احيانا بتبقى الحيطه ضعيفه جدا ان المحاره تنزل منها، فبلاقي مناطق باظت، فبلاقي نفسي مضطر اهد حيطه او اهد جنب كامل واعيد المحاره بتاعتي. طب انا ما بقاش فاهم المقاول اللي بيبني ان هو لازم يمشي مع العمود فيعوج الحيطه. يعني انا عندي حيطه في البيت معوجه، كل لما ادخل الطرقه اتضايق قوي ان الحيطه معوجه. بتعملوا ايه في لا احنا في الحالات دي احنا يعني لو في حيطه معوجه مؤثره على الوظيفه لا لازم نعدلها. يعني ايه لازم نعدلها؟ سواء نهدها ونبنيها من تاني او نبني ما يكفي او نمحر ما يكفي لاستعدادها. اوكي. يعني في بند المحاره بنقول عليه تأكيس وتربيع. اللي هو احنا نضمن ان الحيطه من جميع الاطراف واخده نفس القيمه. يعني لو بقيس من الجنب اليمين من الاوضه جاب لي 3 متر، لازم اقيس من الجنب الشمال يجيب لي 3 متر. لما اقيس من الجنب الامامي 6 متر مثلا لازم يديني من الجنب الخلفي 6 متر. ما ينفعش يدي اقل او اكتر. بيضمن لي التربيع بتاع الاوضه. الاضلاع نفس القيمه، اضلاع المقابله لبعض نفس القيمه. ويمكن دي اشهر حاجه يمكن جميع المهندسين عارفينها في الحمامات. لاني انا لما بركب سيراميك لو انا مش مربع الحمام هيطلع لي ما يسمى في مجالنا يعني اللي هو ديل سمكه. تلاقي البلاط بادئ بلاطه كبيره رايحه تصغر لحد ما تدي ربع بلاط ديل سمكه. ايوه دي عندنا دي لو انا مش مربع الحمام هلاقي طبعا ودي كارثه، شكلها سيء وشكل الحمام نفسه هيبقى سيء. زمان كانوا بيقولوا البنيان على نص طوبه وطوبه. بيختلف من كذا جهه. يعني من جهه العزل ده جانب وله طبعا نوع الطوبه كمان ليها قياس. ومن جهه تانية الصلابه. يعني 90% من الحوائط الخارجيه يفضل تبقى معموله على طوبه الخارجيه بتاعه المبنى عشان اعزل كمان. هو ده كان زياده بيوصل للتوفير. ايه هو ده بيوصل للتوفير؟ يعني ايه يوصل للتوفير؟ يعني اللي بيبني على نص طوبه بيوفر طوب، يعني يوفر تكلفه. ممكن بالنسبه للفكره العقارات او شركات العقارات طبعا حصل كتير طبعا. حصل بل اني حصل كمان اني دخلت على شقه متشطبه مؤخرا. يعني متشطبه تشطيب حديث شويه ولكن لم يتم الالتزام باصول الصنعه في اغلب المناطق، فاضطرينا ان احنا نهد ما تم تشطيبه بالكامل ونعيد آلية التشطيب بالكامل من الصفر. يعني كسرنا السيراميك ونزلناه، ودي مرحله طبعا انا يمكن ما بقولش عليها. انا لما بقول للعميل او بوضح للعميل بقول له دي مرحله ما قبل ما تحت الصفر. احنا عايزين نوصل للصفر الاول عشان نبتدي نتفاهم. يعني ايه؟ يعني الشقه لما تبقى طوب احمر دي كده الصفر. تمام.
لما صفر. تبقى بقى متشطبه وتشطيب خاطئ انا كده تحت الصفر. تحت ما انا الصفر، ههد كله وهنزل كله مم. وهنضف الشقه بالكامل ايوه وهشيل السباكه القديمه والكهرباء القديمه اللي بتبقى غالبا اسلاك مضروبه ومواسير مش مظبوط الميول بتاعها او مواسير مش معتمده في السباكه. فبشيل انت كل هتأسس من الكلام الأول. ده عشان ابدا بس من الصفر. مم. فانا لازم ببقى كاني راجع لورا خطوه، فلازم انضف كل الكلام ده عشان ابدا بس من الصفر تاني. دي حاجه صعبه قوي دي اصعب يعني. بكتير من ان انا اخد الشقه بكر طوب احمر او حتى محاره. طيب احنا عندنا اسئله كمان بتهم اي حد بيبني او بيشطب. ما نيجي نروح له بنسال بنقول له باركيه ولا سيراميك؟ باركيه ولا سيراميك؟ هو الاثنين صح. الاثنين صح. ما اقدرش اقول. انت بتحب ايه؟ انا كعمر بحب ايه؟ بحب البورسلين اكتر. تحديدا البورسلين الكبير اللي هو الالواح الكبيره قوي. اللي هي بتدي فخامه الرخام. اوكي. من ناحيه الباركيه، انا بصراحه برضو مش قادر اقول ان انا ما بحبش الباركيه. انا بحب الباركيه جدا. انا بيتي باركيه. اوكي. انا البيت عندي باركيه، بس انا باركيه سيراميك بصراحه. لاني كنت خايف من بعض عوامل الباركيه ال HDF اللي هو العادي، لحد طبعا ما نزل دلوقتي طبعا في الفتره اللي فاتت ونزل من فتره كمان اللي هو الاس بي سي، اللي هي الخامه اللي فعليا باركيه او الواح ارضيه بشكل الباركيه، مضاده تماما للميه ومضاده تماما للتجريح. فدي يمكن بتحافظ على الرطوبه والحراره. دي حقيقه. فدي بالفعل فرقت كبير جدا، عملت فرق كبير جدا ما بينها وما بين ال HDF ايا كانت الشركه المصنعه لل HDF. فلا، في فرق كبير جدا ما بين ده وده. زي النقله بتاعه الشبابيك الخشب والشبابيك الالوميتال. بالظبط. الالوميتال ليه اسم بس انا مش فاكره. البي في سي. بي في سي بالظبط. الالوميتال لا، هو في الالوميتال العادي ما هو اللي هو بيزيق الومنيوم. مش شرط، لا، في دلوقتي انواع كتير جدا. في شركات كمان تقيله جدا في مجال الالومنيوم بشكل عام او الالوميتال بشكل عام، وفي شركات تقيله جدا في مجال اليو بي في سي ودي بتنافس دي. انا ما اقدرش اقول ان الالومنيوم احسن من اليو بي في سي، بس انا كواحد بميل اكيد لليو بي في سي اكتر من الالوميتال. الجوده وعدم حته عزل الحراره بعتبره اكتر، لان هو في الاول وفي الاخر بلاستيك. دي حقيقه. البلاستيك غير موصل للكهرباء. احنا خدنا الكلام ده في ابتدائي او في اعدادي. البلاستيك غير موصل للحراره، سوري. الالوميتال موصل للحراره. ايوه. فممكن يكون في قطاعات معالجه ضد الحراره، بس انا متاكد ان هي لا يمكن تكون بقوه شركات تانية تقيله في مجال البي في سي. الدور الاخير بتحطوا حاجه على السطح عشان تعزل الحراره؟ طبعا افضل ان انا احط فوم وبيتومين. وده مكلف؟ شويه، مش مكلف للدرجه، بس هو ده شيء لابد منه. ان انا اعزل السقف او السطح بالتحديد من الحراره واعزله من الرطوبه او اعزله من الميه، عشان اضمن ان الشمس ده اكتر منطقه او اكتر دور معرض للشمس بشكل مباشر. هو معرض للمطر بشكل مباشر. لو انا في شتاء والدنيا مطرت، وبالفعل كان مع احد العملاء في بدايه المراحل الحمد لله احنا كنا معرفين العميل ان احنا لازم نعزل السطح، وسبحان الله كنا لسه في مرحله تاسيس السباكه والكهرباء، ما دخلناش جبسون بورد. فالحمد لله اني جاله الدليل قدامه، يعني شاف ان الشقه عنده بالفعل نشعت، السقف بالكامل نشع. يعني سرب ميه بسبب اني كنا في شتاء والدنيا مطرت. فلقينا ان الاسقف بالكامل سواء صاله، اوضه، حمام، جميع الاسقف نشعت ميه. فده يعني ايه، زي ما تقول اكد له التحذير اللي احنا بلغناه بيه، اللي هو انت ما ينفعش تبدا جبسون بورد او تبدا اي مرحله تانية غير اللي احنا وقفنا عندها دي قبل ما تعزل السطح. تعزله ميه وحراره، عشان اصلا انت في وضع اصلا الحراره كانت عاليه جدا، او الحراره في الصيف بتبقى عاليه جدا، ومش هتقدر انت تستحمل، ومفيش تقريبا شباك ممكن يعزل، انت مش هتحط شباك في السقف. ايوه انا فاهمك. طب انتوا في الشركه عندكم في ديزاين فريم استوديو بتحطوا في السقف الحمام سيراميك؟ لا هو والمطبخ ولا لا طبعا. ولا الحمام ولا المطبخ. والميه؟ ميه ايه؟ الميه اللي هتوصل للسقف. اللي هتوصل للسقف يعني يعني اهالينا دايما بيقول لك تعالى نعمل في الحمام، انما مش هتروح المطبخ. معلش تاني كده. يعني احنا دلوقتي حاطين الحوائط كلها سيراميك.
مش بتحطه في السقف؟ لا طبعا، ليه؟ لا طبعا، له بلاوي وله دنيا وله لا قصه. والله؟ طبعا. اللي هي ايه؟ اولهم وابسطهم مع شويه بخار ميه وانا تحت الدش، شويه بخار ميه يبتدوا يطلعوا، ومره مع التانية مع التالتة ممكن السيراميك يقع. لا والله. طبعا. لا اله الا الله. مش بس كده، غير ان هو طبعا موضه ادمت خلاص، دي بطلت خالص. كان في ناس بتعمل كرانيش بالسيراميك كمان، السيراميك ايوه، تقعد تعمل سلمات كده ودرجات غريبه كده لا الموضه دي بطلت خلاص. احنا دلوقتي في السيمبل خالص يعني. الستايلات اللي نازله حديثه فعليا سيمبل، لدرجه اني في بعض العملاء اللي فاهمين بيطلبوا مني حمام ساده تماما. اوكي. مط لون مثلا ليتس سي بيج او لون اسود صريح، مط او لامع. يقول لي الحمام بالكامل بالشاور بكل حاجه لون واحد. من غير، فتلاقي الجو بتاع الحمام ولا من غير رسومات 3 دي حاجات. لا ده قديم خالص، ده حتى مش قديم بس 3D؟ حتى شكله وحش. لا والله. حتى السمكه اللي في الارض اللي لا ده ايبوكسي وما فيهوش ميول طبعا للارضيه، او عشان يتعمل له ميول له قصه كده حزينه يعني. خلاص كل ده خلاص انتهى يعني. لا والله ما حدش بقى بيعمله الحاجات دي خالص يعني. يعني ايه مباني بتتنفس؟ يعني ايه مباني بتتنفس؟ بحس دايما ان المساجد، المباني، المتاحف كده، بتحس ان المبنى في كل حيطة فيه فتحة، في كل حيطة فيه مرسومة بشكل معين الطوب، بحيث ان هو يبقى بيدخل ضوء. دي فكرة ممكن نقول عليها من ضمن الناس اللي كانوا رواد جدا فيها هو حسن فتحي. واكتر مباني بنشوفها هي مباني العمارة القديمة. مصر القديمة كلها، مصر القديمة وشارع المعز طبعا مفيش كلام عليه. اشهر حاجة بتخلي المباني كلها تتنفس، وهي يمكن اللي بتطبق في العمارة الحديثة، اللي هي فكرة المشربية. فكرة توزيع الهواء عن طريق المشربية، او العناصر المفرغة اللي حضرتك بتتكلم عليها. بحيث ان هي تعمل زي تيار هواء ما بين نقطتين، يحصل ما بينهم تيار هواء. يمكن اكتر حاجة انا يمكن قابلتها مع عميل، اديها لك مثال صغير بس على سكيل شقة صغير، على سكيل شقة صغيرة. ان العميل بيقول لي انا بلاقي احسن تيار هواء لما افتح باب الشقة وافتح البلكونة. البلكونة بيقول لي انا لو مش فاتح الاثنين ما بلاقيش تيار هواء، لو فاتح البلكونه بس ما بلاقيش تيار هواء، لما بفتح باب الشقه بلاقي تيار هواء. ده بسبب ان الشقه بتاعته محطوطه على اتجاه قبلي، وان البحري جاي من اتجاه باب الشقه. وبالفعل قدام باب الشقه في منطقه بتدخل هواء، فبيحصل تيار الهواء من خلال ان هو فتح من هنا وفتح من هنا، فبيحصل فعليا ان يبقى في زي تيار هواء متحرك من نقطه لنقطه. حلو. اللي بيساعد على الحركة دي موجود، اللي بيساعد على وجود الحركة دي هي المشربيات. بتساعد على تكسير الهواء او تدخيل الهواء من الفتحات دي، وبتخلي طول الوقت في الشقة في دفء او في زي درجة حرارة كويسة، درجة حرارة متوسطة. احنا نقدر نعمله في شقة؟ نقدر نعمله في الشقة، ولا بنعمله على هيئة مثلا شباك في وش بلكونة او شباك في وش شباك؟ لا بصراحة انا ما تعرضتش لان انا الاقي في شقة فكرة قابلة للتطبيق بالآلية دي. يعني ما قابلنيش ان يبقى فيه شباكين او فيلا. يعني يمكن الموضوع يبقى اجمل طبعا في التطبيق في فيلا. ان انا اعمل فكره المشربيه، مش بمعنى المشربيه احنا بنقول عليها بارامترك دلوقتي، او فكره البارامتر بشكل عام. ان انا اعمل جزء يعمل شيد ظل حلو، وفي نفس الوقت يدخل هواء، زي المدخل المنكسر اللي هو اختفى من زمان. بالظبط. نفس الفكره. ان انا ادخل اضاءه او ادخل ادخل اضاءه منكسره، اضاءه خفيفه من غير ما توجع العين، وفي نفس الوقت بدخل هواء، وفي نفس الوقت عامل ظل. بص زمان انا اسف يعني كان العلم مش متطور قوي، بس الناس كانت فاهمه حتى في العماره. اما اجي افتح عماره ما ببقاش عامل المدخل في وش الشقه، فاللي جاي داخل هنا شايف الشقه، انما كنا بنعملها بمدخل بيلف كده. يعني تلاقي دايما مدخل البيت على جنب، وبعدين تدخل، وبعدين بعد المدخل تدخل على باب تاني يطلعك على العمارة. احنا عندنا
وده يمكن افضل طريقه للتقسيم اللي حضرتك بتتكلم عليها. بس احنا يمكن دلوقتي ما عندناش حته المساحات. الكلام ده ينفع في فيلل، ينفع في مباني خاصه او شقق كبيره شويه، مساحات شقق تستحق حاجه زي كده. احنا حتى بنقول ان انا افضل طريقه لتوزيع الشقه ان انا اول ما اخش على طرق التوزيع. تمام. ما اخشش على الصاله. على الصاله. لاني انا لو دخلت على الصاله، لو حد شفت من البيت اهل كله. البيت عايز يخرج هيعدي على أيوة. الصاله، صح. فبالتالي هيعدي على الضيف. انما افضل طريقه ان انا اخش على طرق التوزيع، ومن ثم طرق التوزيع دي توديني بقى لصاله، لمطبخ، لغرف النوم، ايا كان. صح. فضمنت ان اللي في غرفه النوم عايز يطلع مش هيعدي على الصاله ولا المطبخ. صح. او اللي في المطبخ مش هيعدي على الصاله برضه. فبالتالي زي ما حضرتك بتقول المساحه شويه. المساحه وبسبب المساحات طبعا. ايه الحاجات اللي انت بتشوفها ان الناس بتصرف عليها فلوس كتير قوي بس ممكن نطلعها بشكل احلى ونوفر الفلوس دي؟ زي الرخام مثلا، زي الرسومات اللي على الارض، زي انا مش عارف السمارت هوم حلو ولا مش حلو. تمام. بص، هو بالنسبه للاكبر بند في الشقه اصلا بيصرف فلوس هو السيراميك. اوكي. ده اكبر بند بيصرف فلوس. حلو. فكره ان في بدايل، هو في بدايل بس مش هتبقى هي نفس البورسلين اللي انت عايزه. او نفس الارضيات. انا كان قصدي الارضيات مش السيراميك بشكل عام. لا، الارضيات لا، سواء رخام، بورسلين، سيراميك، ايا كانت. هو ده اكبر بند مؤثر في الشقه. تمام. وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اقول لك انت بتصرف عليه كتير او قليل، لان هو البند ده الوحيد او اكبر او اقوى بند ما فيهوش تقريبا فكره كنترول زد بالبلدي كده، اللي هو ما تقدرش ترجع فيه. انت لو عملت السيراميك لا يمكن تشيله، تفكر تشيله. انت عارف ان انت هو ممكن تفكر بس هتتعور في كل البنود. ما هو ده اللي ماسك كل البنود. ما هو تحت منه سباكه وتحت منه كهرباء. انت لو عشان تكسر السيراميك ده خلاص الشقه هتبوظ. ايوه صح. اعتبر ان انت يعتبر بتعيد الشقه بالكامل. انا يمكن اقول لك ان الجبسون بورد تقدر تعدله في يوم من الايام. اوكي. او لو مش عامله تقدر تضيفه في يوم من الايام. هل موضوع الرسومات الغريبه او في الجبسون بورد ده دي مش مكلفه؟ في اوقات بتبقى يعني زي بيوت النور مثلا. انت مع بيوت النور؟ انا ضد بيوت النور. بيوت النور هي مش غلط. هي احد طرق توزيع الاضاءه. اوكي. بس المبالغ فيها غلط. الاشكال سبوت في لا دي ناس مش دارسه اضاءه، مالناش دعوه بيها. اوكي يعني ماشي. انا في المجال ده للاسف. مع احترامي للجميع، في ناس خارج مجال الهندسه وخارج مجال الدراسه بيشتغلوا في المجال. مش صنايعي، مش مهندس، ومش صنايعي، وممكن يبقى مش صنايعي كمان. فبالتالي انت بتلاقي سقف فيه فرح العمده، تلاقي ناس عامله تفاحه في السقف بتاعت ابل، تلاقي ناس عامله قلب في السقف، ويقول لك هو ده الموضه. لا، ده مش مدروس اصلا. وشيء غير قابل للنقاش عندي. ما عنديش حد ينفع يطلب مني حاجه زي كده. فكره 60 سبوت دي برضو مستحيله. أيوة. مرفوضه. احنا بندرس اضاءه. انا اتأجرت شقه فيها 120 سبوت، شغلت فيهم 3-4 ما بين الصاله واوضه النوم واوضه الاطفال، عامل في كل مكان سبوتات. طيب، هي المساله مش في العدد في الشقه، هي المساله في العدد في الاوضه. في دراسه بتقول لك انت تحط كام سبوت في الاوضه والاضاءه عامله ازاي. وفي اماكن انا ينفع ما احطش فيها ولا سبوت واكتفي فيها ببيت النور. في اماكن بالفعل اقدر اديها اضاءه دافيه وهاديه، مش محتاج فيها سبوتات. ابسط مثال الطرقه. انا محتاج ايه من الطرقه غير ان هي تبقى ممر امن للوصول بالظبط كده للمكان مثلا اللي انا رايحه. ايوه، ممكن لمبه واحده يكفيني لمبه، يكفيني دلايه، يكفيني ليد بس كده. ايه بسيط. يكفيني بيت نور خفيف في الاطراف. يكفيني لو انا عايز اعمل سبوتين 3 في طول الطرقه، على حسب طبعا طول الطرقه والدراسه اللي احنا بندرسها للابعاد وكده. انما فكره اعمل فرح العمده لا. احنا خلاص وصلنا لمرحله السمارت هوم ولا لسه؟ طبعا السمارت هوم. انا البيت عندي سمارت. بتسقف النور بيطفي؟ لا مش للدرجه دي انا مش ضايف الاوبشن ده. اليكسا ممكن. انا يمكن مش ضايفه، بس هو طبعا موجود. وهو حاجه كويسه جدا. وبقى سهل الوصول ليه. ومش مكلف.
انا دلوقتي لما عميل بيطلب مني ان هو يحول بيته سمارت، الموضوع قابل لتحويله من بعد حتى ما شطب خالص. بعد ما شطب بنحط بس مجرد البريزه دي، السويتش ده مع البريزه، الاي ار ريموت، الساوند سيستم نفسه لو انا عايز لو الشقه طبعا فيها ساوند سيستم وعايز احوله لسمارت. الكيرتنز نفسها، الستاير لو انا عايز اضيف عليها شاتر او يعني موتور لفتحها وقفلها، كل ده يسهل عمله حتى بعد التشطيب. هو طبعا لو قبل التشطيب الموضوع بيبقى افضل بكتير، بس انا بقول ان اي بيت اقدر احوله سمارت، نقدر نحوله سمارت بسهوله جدا، نقدر نحوله سمارت. بتكلفه عاليه؟ لا مش بتكلفه عاليه خالص، مش بتكلفه عاليه. ويمكن الموضوع مريح عندكم جدا. الناس جوه مصر بتشتري منها الحاجه دي باسعار كويسه. طبعا. انا عايز اقول لك انا شخصيا في بيتي ما عنديش مفتاح للشقه. الشقه كالون سمارت. اوكي. بخش دايما بالبصمه. ويمكن شحنت البطاريه بتاعه الكالون السمارت ده كل سنتين بشحنها مره. او كل سنه ونص بشحنها مره. ساعتين بس يعني. حلو قوي. الاضاءات كلها سمارت، بالموبايل اقدر افتح واقفل الاضاءات. التكييف عندي سمارت، اقدر اشغله او اطفيه بالموبايل. الموضوع ده مريح جدا بالنسبه لي انا شخصيا. مكلف. ومش مكلف خالص طبعا. انت بتحمي البيت. مش بس بحمي البيت، انا وانا راجع من يوم مثلا حر من مواقع وكده بشغل التكييف قبل ما اجي سقع لي الاوضه شويه يعني. طيب وانت لو كان عندك قدره ان انت تغير ثقافه البناء في السويس هتعمل ايه؟ يعني ايه لو ادوك السويس تغير فيها حاجه هتغير ايه دلوقتي على حالها كده؟ يعني هتغير الالوان ولا هتدهن العماير ولا هتعمل ايه في المنظر الجمالي في الشوارع؟ يعني هو على حسب فين في السويس. يعني هو في اماكن كتير جدا بصراحه حلوه قوي في السويس. زي في اماكن عجباك قوي، عجباني قوي، تصميمها مدروس، فيها افكار، فيها ابداع. منطقه لوسيندا بالكامل، الشارع كله بتاع الكورنيش 90% منه مدروس. حلو. وفي شركات على فكره عملت المحلات او عملت هي اللي منفذه الشارع ده كده. مش شركات، مش شركه بعينها اللي منفذه الشارع. كذا شركه منفذه الكافيهات اللي موجوده. الكافيهات اللي هي تبص على الشارع وتبص على البحر في شركات تقيله كويسه جدا. دي معلومه جديده. سواء الشركات من السويس وشركات من بره السويس. بس الفكره ان بقى في فكره اني انا اجيب شركه هندسيه او شركه تشطيبات. دي الثقافه دي ما كانتش موجوده. انا متذكر موقف يعني في 2016 عمري ما انساه طوال حياتي. اني انا عملت تصميم لاحد العملاء وطبعته له على ورقه جلوسي. اول ما اتخرجت 2015 كمان. وطبعته له على ورقه جلوسي وبسلمه للعميل. كان ساعتها كنت عامل التصميم ب1500 تقريبا. اوكي. فكنت بعرض الفكره دي على العميل وبوريها له، فبيقول لي بالنص الصريح: يعني انت يا باشمهندس عايز تدفعني 1500 في ورقه انت طابعها ب2 جنيه؟ فكان انا اتصدمت، ما استوعبتش. هو العميل كان متخيل ان الورقه دي انا مثلا جبت صورتين من على النت او جمعتهم وطبعتهم فوتوشوب. يا ريت حتى فوتوشوب. فانا لا، هو ما كانش فكره ثقافه ان العميل يفهم حته ان انا برفع مقاسات الشقه، بدرس ابعاد الشقه، بصمم بناء على المعطيات دي. بصمم على الابعاد دي باحترام وهو اداك الفكره هو عايز ايه بالظبط. فالثقافه دي الحمد لله بقت موجوده دلوقتي في مصر بشكل عام، مش بس في السويس. بس عندنا هاجس. انا لو سلمت الشقه لشركه هدفع اكتر ما اسلمها لصنايعي. لا، هو الهاجس ده غير موجود، بالعكس تماما. بالعكس المفروض خلاص ان احنا كديزاين فيلم استوديو احنا بندور اصلا على العروض. وبنعرف العميل ان في معرض مثلا للسيراميك. انت بتروحوا مظلوم بقى مثلا في معرض للسيراميك مثلا عامل عروض مثلا قويه. في مثلا معرض هيتعمل مثلا في قاعه المؤتمرات مثلا. بيتعمل يوم كذا ليوم كذا في السنه. حلو. معرضين او 3. سيراميكس واحد منهم. سيراميكا ماركت. في معارض قويه للسيراميك. انا بستغربه قوي ليه. انا لما رحت مظلوم عجبني سيراميك حلو قوي. والسيراميك ده انا حطيته في ارضيه المطبخ والحمام، اللي هو السيراميك الاندلسي. كان اقل سعر
مع ده ان جميل جودته جدا. تحفه، ده جميل ما جدا. بيزحلقش، المايه مش بتبان فيه قوي، الوان وجميله وتصميمه حلو قوي. وانا مستغرب في الاخر في مظلوم ان هو سعره قليل. فما بسأل ليه سعره قليل، قالك عشان الناس مش بتشتريه. يعني هو الفرز التوب عندهم الناس مش بتشتريه، وكان ارخص من الحاجات التانية اللي هي مش قصة. هو في حاجات الناس بتبقى مثلا شافتها من وجهة نظرها اه موضة مثلا موضة. وانتهت. ما هي فعلا كده. في ناس بتخاف من حتة الزخارف التقيلة مثلا بتاعت الستايل الأندلسي يعني بالتحديد. فاحنا ممكن نقول ان الاختلافات دي كلها بتخلي السوق فيه عالي وفيه واطي. في نفس الوقت يعني بغض النظر عن آلية التسعير خلينا نتكلم في العنصر الرئيسي ان في فعليا في المعارض اللي بتتم او في العروض اللي بتتم على مدار السنة معرضين او 3 بيعملوا عروض فعليا قويه جدا، واحنا بجوده بندور كويسه بنفس الجوده اللي هم بنفس بيحافظوا الجودة. عليها. يعني ممكن في عروض بتوصل ل 30 و40% خصم أوكي. على السعر اللي معروف. لما حد بيقول لي السيراميكا الهندي دي مثلا بجنيه ويجي يلاقيها في المعرض بالفعل بيلاقيها مثلا بنص جنيه بدون مبالغه، ده خصم فعلي 50%. خصم فعلي. عندهم منتجات، عندهم عروض كتير جدا، في اوبشنز كتيره جدا في السيراميك في المعرض، واحنا بندور للعميل على التوفير. مش بندور له على الحاجه الغاليه يعني. على الحاجه الغاليه. لا احنا لما هو بيجيب شركه لو هو اشتغل مع الصناعيه ممكن تعمل حاجات كتير جدا. يعني تقيس على كده اخطاء كتيره جدا، تضطر تعيد الشغل، الموضوع يبقى مكلف. فاستخدامه لشركه تشطيبات، شركه تشطيبات مش بتبقى مبالغ في التسعير بتاعها. لا احنا بنحط السعر الواقعي اللي هو هيتعرض له في سوق العمل. وبنحط القيمه اللي هي اتعاب المكتب وبنعرضه للعميل. الفرق ما بين ده وده يكاد يكون ان انت لو اشتغلت بنفسك لا انت هتتعب كتير جدا. بس اكيد بنحط في التسعير 1 2 3. يعني انت لو عايز كذا ده بمبلغ، عايز كذا ده بمبلغ. اكيد في سيستم معين وعقود بيشوفها العميل وبيطلع عليها العميل، بالاضافه الى شيت مصروفات طبعا واضح للعميل بيقدر يشوف فيه كل جنيه بيتصرف في الشقه من اول ما نشتغل. يعني انا دايما بقول ان اي حاجه في الدنيا محتاجه صيانه. هل البيوت او الشقق بتحتاج ترميم؟ يعني وصلنا لمرحله ان عميل يجي بعد 10 سنين لبناء شقته وتشطيبها يجي يقول لك والله يا باشمهندس خد فتش في الشقه دي عشان نرممها؟ ولا دي مش الثقافه دي مش عندنا؟ يعني معلش يعني ايه مثلا انا عامل دلوقتي في الحمام اللي هي الدش المفتوح اللي هو الازاز ده، مش المفروض ان الازاز ده بعد 4 سنين او حاجه او 5 سنين بتلاقي ان الصواميل صدت، بتلاقي المفصلات بتزيق، فاهم؟ ده مقياس احيانا حاجه زي كده ممكن تحصل وبحتاج ان انا اعمل لها معالجات وكل حاجه. بس انا لو من البدايه جايب الاكسسوارز او الحاجات اللي انا جايبها من البدايه نوع نظيف، الديورابيلتي بتاعته بمعنى اصح عاليه، اكيد مش هحتاج اوصل لحته الايه الصيانه دي. بس ما فيش ما يمنع اني انا لو انا مثلا عامل حاجه للعميل ان هو لو بعدي حتى سنه جه كلمني وقال لي في كذا مثلا حصل فيه مشكله، احنا الحمد لله في البنود اللي هي تخص موضوع الضمان، زي مثلا الشبابيك، زي الابواب، زي الكهرباء بشكل عام، بندي ضمان على ده؟ السباكه طبعا. أوكي. اصلا كل شركه احنا بنقدمها كشركه مقدمه للمنتج ده بتدي هي اوريدي كمان الضمان. مش احنا بس اللي بندي الضمان، الشركه اللي مقدمه للقطعه دي او المقاول اللي مقدم الحاجه دي سواء كان شباك مثلا او باب بيدي ضمان على حاجه زي كده. هو ده بقى الفرق اللي يقدر يستفاد بيه العميل ما بين ان هو يروح لمكتب او يروح لصنايعي. الصنايعي عمر ما هيديله ضمان، دي حقيقه طبعا. انما هنا ممكن ندي ضمان. والله احنا جايبين السوسته دي ضمانها سنه، بس افرض السوسته باظت بعد 3 شهور. بالظبط صح. يبقى كده الشركه ملزمه ان هي تغيرها. اكيد مظبوط. طب مش عارف انت بتحب تقول الكلام ده ولا لا، بس هل احنا نقدر نقول ان احنا كان عندنا من يوم ما بدأنا لحد دلوقتي 7 سنين كام مشروع نفذناه؟ كام مشروع نفذناه؟ لا ما اقدرش اقول صح. بس انت عارفهم. عارفهم طبعا. اوكي ماشي. ودي حاجه حلوه يعني. الحمد لله عدد كبير يعني. لا بأس به.
اه دخلنا في الشاليهات ولا لسه؟ دخلنا اكيد في الشاليهات. في الشاليهات اوريدي احنا عاملين اكتر من يعني احنا 4 بننفذ أو 5 شاليهات. بننفذ كل حاجه. الحمد لله. اللي خايف من هندسه عماره تنصحه بايه؟ اللي خايف من قسم هندسه عماره ما تدخلش. اقول له ايه؟ اقول له عندك حق يعني. اهرب. بصراحه لا افرض واحد بيحب الموضوع هتنصحه هو تقول له ايه؟ المجال بشكل عام تقيل، فيه تفاصيل كتير، حلو. مرهق أوكي. للاعصاب، مرهق نفسيا. لازم يبقى عارف داخل على ايه. بالظبط. لازم يتعلم، هو يدرس، ينزل. يمكن ما فيهوش تعب بدني كبير. ازاي انتوا بتنزلوا الشقق والمواقع والشمس والحر ما انا بقول بدني. انت مش بتشيل، هيشيل ويحط. مش بتشيل وتحط. وبتنزل مواقع اكيد، بس برضو ممكن نزولك للمواقع ما يبقاش كبير لو انت مثلا شغال مكتب فني، شغال تصميمات. بس انت عندك برين ستورمنج رهيب جدا. عندك ممكن نقول اوفر ثينكينج رهيب جدا عشان توصل لتصميم ما اتعملش قبل كده. كويس. يعني احنا مش بننفذ، نادرا لما ننفذ تصميمين ورا بعض، صح؟ نادرا ايه؟ لما ننفذ تصميمين اتعملوا. لا احنا الحمد لله التصميمات اللي بنعملها بننفذها. بس انا بتكلم ان الشقه دي تصميمها يبقى زي الشقه الثانيه. لا ده لا ما حصلش. ده نادرا يعني. لا انت عايز نفس المساحه، نفس الدور، بالزبط. نفس المكان. بالظبط. نادرا لما نقلد تصميمنا مرتين في شقه واحده. بس احيانا في عميل بيجي يشوف، يكون شاف شقه من اللي احنا عاملينها، يقول انا عايز دي بالتحديد، عجباني. طب هو من خبرتك ساعتها هو بيبقى عايز يقلد الفكره دي، عجباه. واحنا الفكره لو هي فعلا عجباه، ايه المشكله ان احنا نقلدها مره واثنين وثلاثه وعشرة حتى؟ من خبرتك في التشطيبات في حاجه كده الناس مختلفه عليها ما اديتش فيها رد نهائي خالص، وحده التكييف تتحط فوق السطح ولا تتحط جنب التكييف؟ وحده التكييف، الوحده الخارجيه اللي هي الكمبريسور ده ولا مش عارف هو مبدئيا فوق السطح. على حسب احنا بنتكلم في ايه. احنا بنتكلم في فيلا ولا بنتكلم في شقه؟ ما هو شقه انت في الدور الكام برضو. اوكي. فمعلش لو انا الدور الاخير زي حالاتي، لو انا الدور الاخير اكيد، لو في السطح اوكي، بس لو بره السطح، لو مش في السطح برضو اوكي. ايه المشكله؟ أوكي. هو ما فيش فرق ما بين ده وده غير في امتار الفريون. فانت على حسب التكلفه اللي انت أنا فاهمك. هتقدر عليها في الايه في التكييف بشكل عام. ماشي. يعني احنا عمرنا ما نفكر نعمل شيفت كارير؟ لا خالص. ماشي. ايه السؤال اللي انا ما سالتوش في الحلقه كنت جاي في دماغك تقول عثمان هيسالني السؤال ده؟ ولا الحمد لله انا سالت كل الاسئله؟ انت سالت كل الاسئله بجد؟ مش خاطر في بالي اي سؤال خالص. طب الحمد لله. اتبسطت؟ الحمد لله. بجد؟ والله انا كمان مبسوط قوي، ومبسوط ان انا كنت معاك في الحلقه. حبيبي الله يخليك. شكرا. اتشرفت جدا بمعرفتك. الله يخليك. نعمل باي باي للكاميرا. باي باي.